جملة بنسمعها كتير وساعات بنكررها بنفسنا كمان: أنا ماليش في المشاكل، أنا قاطع عشان أريح دماغي. بس ما حدش فينا سأل نفسه قبل ما ياخد قرار زي ده: هل الراحة دي بتيجي فعلا ولا احنا بنهرب ونسمي هروبنا ده سلام نفسي؟ أنا أماني استعداني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكن لو اتعملت بنية صافية تبقى عبادة. صلة الرحم من أكتر الحاجات اللي بقت تقيلة على القلوب. ليه؟ يمكن عشان الناس بقت صعبة، والكلام بقى يطلع من غير حساب، والخناق بقى أسهل من السلام. واحدة تقولك أصل عمتي بتتدخل في حياتنا، والتانية تقول خالتي لسانها طويل، واللي يقول عمي عايز يتحكم فينا، قرايبي بيحسدوني، واللي إيه كل ده ممكن يكون حقيقي على فكرة، بس ربنا برضو ما قالش توصل اللي بيحبك بس. فين الاختبار في كده؟ ربنا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني صلة الرحم مش اختيار، مش مزاج، مش مرتبطة بهم عملوا ايه وما عملوش ايه. صلة الرحم انك تسأل دايما حتى لو مش بيردوا السؤال، تزور قرايبك حتى لو مش بيقدروا زيارتك دي، روح عيد عليهم حتى لو محدش عيد عليك. أنا عارفة إن ده صعب ومرهق، بس أجره عند ربنا كبير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني اللي بيوصل رحمه ده مش اللي بيرد الزيارة بالزيارة، ولا اللي بيتكلم اللي بيكلموه بس. الواصل الحقيقي صاحب الأجر العظيم عند رب العالمين، هو اللي يكمل وصله من غير مقابل، حتى لو كان مأذي منهم أو الموضوع تقيل عليه، بس هو بيبص لها من زاوية مختلفة تماما. هو عارف إنه بيعامل ربنا مش قرايبه. ولما بتشوف الموضوع من الزاوية دي هتلاقي الموضوع أبسط مما تتخيل أحيانا، وهيهون عليك أي تعب في سبيل رضا رب العالمين. صلة الرحم ممكن تكون مكالمة تليفون 5 دقايق ولا حاجة، رسالة في العيد، ولا سؤال على مريض، دعوة بظهر الغيب إن ربنا يصلح الحال. مش مطلوب منك إنك تتحمل أذى ولا تفتح باب لحوارات ملهاش آخر. حط حدودك، ده حقك طبعا، بس ما تقطعش الحبل كله، علشان القطيعة بتقسي القلب وبتقلل البركة حتى لو صاحبها موهوم إنه مرتاح. صلة الرحم عادة، بس لما تعملها لله وتفهم إنك بتعامل ربنا بتبقى عبادة عظيمة وباب مفتوح على بركة من رب العالمين. خلي بالك، القطيعة عمرها ما كانت راحة للقلب. ادعي من قلبك وقول: اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. في الحلقة الجاية من عادة وعبادة هنقرب من دايرة تانية خالص، ناس مش من دمنا بس ليهم حق كبير علينا، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم.